النهارده حبايبي هنعمل مع بعض طواجن النوتيلا. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي ونشوف مقاديرها ايه. مقاديرنا في النوتيلا: صينيه كيك، ممكن تشتري كيك من بره عادي. عندي لتر لبن، 200 جرام ميه، 3 معالق نشا كبيره، 500 جرام شوكولاته، 200 جرام زبده، وكوبايه سكر. اول حاجه بنزل باللبن بتاعي على النار كده ياخد درجه الغليان بتاعته 100%. النشا بتاعتي في كوبايه كده كبيره على الميه 200 مللي ميه، وبقلبهم كويس قوي على ما يبتدي يغلي اللبن. انا بنزل بالسكر اول حاجه واقلبه لحد ما يدوب عندي. خلاص انا اللبن يبتدي يغلي عندي، بنزل بالنشا واحده واحده كده عشان ما يعملش كلاكيع ويكلكع معايا. قبل ما يتماسك انا بنزل بالزبده اقلبها لحد ما تدوب. اول ما بتبتدي تدوب معايا بنزل بالشوكولاته وافضل اقلب فيها، وابتدي اللون معايا طبعا يتلون من الابيض للون البني واحده بواحده كده. اول ما بتدوب الشوكولاته معايا ويديني اللون البني ده، انا خلاص كده بطفي عليها، اقلبها بس شويتين عشان تطلع البخار اللي فيها عشان ما تعملش طبقه. وابتدي اجهز الكيكه بتاعتي. انا بقسم الكيكه الاول، بقسمها 2 وبعدين بقسمها ل4. باخد الطبق اللي فوق وابتدي اخد كده على حجم الطاجن بتاعي. اول طبقه عندي بتبقى طبقه الكيك من تحت. في المرحله دي انا بقص الكيك بحجم الطاجن ويبقى كله في مستوى واحد. دي كده بتبقى اول طبقه عندي. تاني طبقه انا بحط النوتيلا كده طبقه خفيفه خفيفه خالص في كل الطواجن بتاعتي، بتبقى كلها بمستوى واحد. يكون عندي طبق فيه موز مقطع قطع صغيره كده، ببتدي اوزعها على كل الطواجن وتبقى دي الطبقه الثالثه بتاعتي. ما بسيبوش كده عالي، لا ببتدي اغمسه بعد ما اخلص كل الطبقات بتاعتي، بغمسه لتحت كده شويه عشان ايه يشرب من الشوكولاته. وزعت كده خلاص كل الطواجن بتاعتي. بجيب الطبقه الرابعه بتبقى برضو ايه الشوكولاته اللي هي النوتيلا، انزل بيها اغطي كل الطبقات دي كويس كويس قوي بحيث انه يبقى متساوي، يبقى كلهم زي بعض، مفيش حاجه ايه اعلى وحاجه اقل، لا كلهم زي بعض متساويين. ببتدي اهزهم كده عشان تتوزع كويس، ما تبقاش عالي وواطي. في بقى بسكوت اوريو، بزين بالبسكوت الاوريو. عندي كمان الفصوص الفضي والذهبي دي بتشكلها بتخلي شكلها جميل. لو انت عندك اي حاجه تانية ممكن تحط عليها، ممكن ما تحطيش خالص، ممكن تفضل بالاوريو بس. هي الحلو بتاعنا النهارده بيبقى كله شوكولاته في شوكولاته، عشان كده مسمينه طاجن النوتيلا. حاجه بسم الله ما شاء الله، شايفين عامله ازاي. ممكن كمان تستخدمي كريز، ممكن اي حاجه تانية. واشوفكم في وصفه جديده واكله جديده. ما تنسونيش لايك وشير وسبسكرايب يوصلكم مني كل جديد. طيب.